اللي درس كوتشنج ومعاه مثلا CBT او NLP او اي كورس تاني، المفروض يستفاد من كل دول. هل ده بيتعارض مع فكرة الكوتشنج اللي هي ما يبقاش فيه اصلا توجيه للكلاينت؟ وازاي المفروض اعملها؟ كل المدارس دي ادوات بتساعد الكوتش جدا جدا في انه يفاسيليتيت التشينج ويسهل عمليه التغيير والترانسفورميشن بتاعه الكلاينت بتاعه. فمفيش اي مشكله خالص ان هو يبقى دارس مدارس كتيره، ويتاكد دايما انه مش بيدايركت العميل، ما بينصحش العميل نصايح قرار. يعني انا اقدر ادايركت العميل في ان انا اقول له يستعمل تكنيك ايه، اقول له يطبق مهاره ايه في شغله على نفسه او في انه بياخد قراره ازاي، لكن القرار بتاع العميل. فمهما انا كنت دارس مليون ادوات ومليون مدارس فكريه ومليون حاجه تساعدني على ان انا اسهل التغيير على العميل بتاعي، مهم قوي ان انا ابقى مش عايز اسميها مفرمل نفسي، لكن يعني واعي جدا بنفسي ان انا ما بنصحوش اي نصائح حياتيه في حياته، لان دي حياته هو مش حياتي انا. فانا ادواتي خير وبركه، كل ما كان عندي ادوات كل ما هشتغل باريحيه وهقدر اضربها في الخلاط كلها، وساعات اطلع في تكنيك واحد حاجتين ثلاثه من 3 مدارس واعمل بيهم انا كده خلطه سحريه بتاعتي الكوتش يعملها مع نفسه ويقدر يساعد بيها العميل بتاعه بما يتناسب مع العميل بتاعه. فده ما يمنعش خالص ان هو يأكواير وياخد علوم جديده ومدارس بتديله ادوات يفاسيليتيت بيها التغيير على العميل بتاعه. بس اهم حاجه ايه؟ يبقى دايما فاكر ان هو انا مش انت، قراراتي مش قراراتك، حياتي ما هيش حياتك، دي حياتك انت اللي تاخد فيها قرار بنفسك، عشان انا ما عنديش كل معطياتها.